زيادة جديدة في أسعار فواتير الكهرباء والتنفيذ من أول يوليو 2023، بس نسبة الزيادة مفاجأة، فهل هتطبق على الكل؟ والأسعار الجديدة هتبقى كام؟ من 2014 بدأت الحكومة خطة لرفع الدعم عن الكهرباء عن طريق رفع الأسعار تدريجياً كل فترة، لكن بداية من أكتوبر 2022 وقفت الحكومة الزيادة التدريجية لغاية 30 يونيو 2023 ضمن حزمة حماية اجتماعية. وحسب القرار من أول بداية يوليو هتكمل الحكومة زيادة أسعار فواتير الكهرباء من تاني، بس الزيادة هتكون قد إيه؟ حسب مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء الزيادة ما بين 10 إلى 22% حسب شريحة الاستهلاك. والمفاجأة إن تأجيل رفع الأسعار 3 مرات كلف الدولة أكثر من 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود نقلاً عن مصراوي. وحتى محمد شاكر وزير الكهرباء قال إن تضاعف سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة الكهرباء. وفي الوقت نفسه الحكومة أعلنت عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز المطلوب لتشغيل المحطات وتصديره للخارج لتوفير العملة الصعبة. ودلوقتي واحد من نواب مجلس الشيوخ اقترح على الحكومة تنفيذ طريقة جديدة لتسعير تكلفة استهلاك الكهرباء زي لجنة البنزين والسولر اللي بتجتمع كل 3 شهور لتحديث الأسعار. وقال وزير الكهرباء إحنا محتاجين آلية واضحة نعرف منها تكلفة إنتاج الكهرباء، وبناء عليها لو زادت تكلفة الإنتاج تزيد الأسعار، ولو انخفضت التكلفة تنخفض أسعار الكهرباء. طيب إيه الأسعار الجديدة؟ حسب جدول الأسعار المعلن من الحكومة قبل كده، دي قايمة بالأسعار اللي هيتم تطبيقها في شهر يوليو 2023 لجميع المشتركين والمنازل. الشريحة الأولى تبدأ من 0 إلى 50 كيلو وات، سعرها حالياً 48 قرش، وفي أول يوليو المقبل هتكون 58 قرش. أما الشريحة الثانية فتبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حالياً 58 قرش، وفي أول يوليو هتكون 68 قرش. والشريحة الثالثة تبدأ من 0 حتى 200 كيلو وات، وسعرها حالياً 77 قرش وهتبقى 83 قرش. أما الشريحة الرابعة فتبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حالياً جنيه و6 قروش وهتكون جنيه و11 قرش. والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حالياً 128 قرش وهتبقى 131 قرش. أما الشريحة السادسة فتبدأ من 651 إلى 1000 كيلو وات، ودي سعرها 140 قرش مش هيتغير. وكمان الشريحة السابعة بتبدأ من 0 لأكتر من 1000، وسعرها 145 قرش وبرضه مش هيتغير، لأن أصحاب الشريحة الستة والسبعة بيدفعوا القيمة الحقيقية للاستهلاك من غير أي دعم. وغير تكلفة الاستهلاك إنه في رسوم خدمة عملاء بتدفعه وقيمتها بتختلف من شريحة للتانية. يعني مثلا رسوم خدمة العملاء لأصحاب الشريحة الأولى جنيه واحد، والشريحة التانية 2 جنيه، والشريحة التالتة 6 جنيه، والشريحة الرابعة 11 جنيه. وكمان رسوم خدمة العملاء على الشريحة الخامسة 15 جنيه، والشريحة الستة 25 جنيه، والشريحة السبعة 40 جنيه. ودلوقتي قول لنا بقى فاتورة الكهرباء بتكلفك كام كل شهر؟